اهلا وسهلا بكل متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصلنا النهارده لليوم ال15 من عمر كتكوت التسمين. بسم الله ما شاء الله. لحد النهارده ما حصلش معانا اي مشاكل، الحمد لله. الكتكوت كويس معانا، اوزان مثاليه معديه ال 500 جرام. طبعا لان احنا ماشيين من اول يوم على الوصفات الطبيعيه والتعليمات اللي بقول لكم عليها. اللي حابب يشوف بدايه دوره التسمين دي يدخل على القناه ويشترك ويشوف الحلقات مترقمه باليوم. طبعا هتستفادوا كتير جدا جدا. احنا النهارده وصلنا لعمر ال 15 يوم. غيرنا طبعا العلف وضفنا على الميه الخل، بديل مضاد السموم. لو عايزه تستخدمي ادويه مفيش اي مشكله، لكن الخل كفيل ان هو بنفس فعاليه يعني مضاد السموم، مفيش اي مشكله. بس هاتي الخل الكويس المركز، مش الخل اللي هو بتاع غسيل الخضار. تمام. خلونا الاول قبل ما نبدا حلقتنا النهارده كالعاده، الاول ما ننساش نصلي على اشرف الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لايكات كتير بقى لحلقه النهارده، وصلوا الحلقه دي ل 200 لايك. واللي بتشوفني لاول مره اشترك بالقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا الفرخ الابيض بيحتاج لحاجات تانية غير التغذيه والميه والمكان النظيف باستمرار. بيحتاج بقى ان احنا نعمل له ايه؟ غسيل كلوي، مضاد سموم، منشط كبدي. طيب احنا هنلجأ للأدوية؟ لا طبعا. هنعمل الثلاث حاجات دي بوصفات طبيعية سهلة وبسيطة موجودة في قلب البيت. وانا بالفعل ابتديت مع الفراخ بتاعتي عشان اريحها من مضاد الحيوي والاستقبال، واريحها من حاجات كتيره احنا عملناها الفتره اللي فاتت. يعتبر يعني مش حاجات صعبه ولا حاجه. لا استخدمنا بقى مركب البانفلور ولا اي حاجه من مركبات السلفا. احنا استخدمنا مضادات حيويه تكاد لا تذكر، يعني اكننا ما حطيناش حاجه. بس برضو هنغسل وهنعمل غسيل كلوي. هنغسل ايه؟ هنعمل غسيل كلوي وهننضف معده الفرخ بتاعنا والكلى، وهننشط الكبد بوصفات طبيعيه. اول حاجه لازم تكون موجوده معاكي طالما بتربي فرخ ابيض بعد الشيح اللي احنا منبهين عليه، العسل الاسود. العسل الاسود يا جماعه ده منشط كبدي، بديل ادويه المنشطات الكبديه اللي موجوده بالسوق زي الهيبورين فورت او الهيباتايكوم اللي موجود بالصيدليات البشريه. احنا هنستخدم العسل الاسود حوالي معلقه كبيره على اللتر ميه من عمر ال 15 يوم علشان ننشط الفرخ معانا كده. لو الفرخ كسلان، لو الفرخ ما بياكلش، لو الفرخ ما بيديش الوزن اللي احنا عايزينه، لو الفرخ خاسس، عليكي وعلى العسل الاسود بس ما تبالغيش. ولو الفرخ عنده اسهال ما تحطيش العسل الاسود. الفرخ بتاعك كويس زي الفرخ بتاعنا كده مفيش اي مشاكل، هتستخدمي وصفة العسل الاسود 3 مرات في الاسبوع. تمام؟ او مرتين، يعني حسب ما انت حابة، مفيش اي مشكلة. طيب في متابعين كتبوا لي في التعليقات ان هم بيشتكوا من موضوع العطسه من عمر ال10 ايام. العطسه دي سببها التغير في الجو، وانت داخله عليهم درجه الحراره بتقل شويه، الحر اللي بيحصل خلال النهار، اللمبه اللي انت ما بتاخديش بالك منها ما بترفعيهاش كل ما الفرخ يكبر معاكي. فعلاج العطسه الخفيفه دي عصره الليمون على الميه، وبالليل تدفي، مش مفيش اكتر من كده. خلال النهار هتقفلي اللمبه من الظهر للعصر ساعتين 2 بس، وتفتحي اللمبه تاني. حابه تحطي لمبه موفره من الظهر للعصر مفيش اي مشكله، زي ما انت عايزه. طيب ساعات الاظلام امتى؟ احنا قلنا ساعات الاظلام بتكون بعد المغرب بساعتين او قبل الفجر بساعتين. تمام. حابه تعملي هي مره واحده، مره واحده، يا ده يا ده. حابه تعملي ساعات اظلام، اعملي طبعا للفرخ من عمر ال10 ايام. واحنا بنعمل ساعات اظلام طبعا العلف اول ما يخلص برضو فتره الحر ما تحطيش علف، يعني ما تجريش تحطي علف فتره الحر. كل ما تلاقي ان الجو حر ما تحطيش علف. تمام. فاحنا دلوقتي داخلين على المغرب. انا طلعت حطيت لهم المره التانية، يعني انا حطيت مره الصبح شويه قد دول، وقبل المغرب حطيت المرة التانية، وخلاص على كده. ما تحطيش علف تاني، مش 3 مرات في اليوم، مرتين في اليوم في العمر ده. تمام. الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين الله اكبر بدأت تكبر، يعني كمان يوم وهبتدي اخلي في كل بطارية 10 فرخات، وهطلع 10 من البطاريتين، هطلع 5 من هنا و5 من هنا واطلعهم بره. معنى كلامي ايه؟ ان انا بوسع عليهم المكان. ما تضيقوش المكان على الفراخ البيضة علشان يتحركوا وياكلوا ويشربوا والامور تبقى تمام معانا، لان الاماكن الضيقه بتخلي الفرخ ما ياكلش وما يزيدش.
خلاص عرفنا الغسيل الكلوي بالخل المركز حوالي برضو معلقة كبيرة على اللتر مية، والمنشط الكبدي هو العسل الاسود. طيب انا حابة بقى التحويل يزيد معايا والفرخ يزيد بسرعة ويديني اوزان عالية، انت هتستخدمي العسل الاسود مع الزبادي، حوالي معلقة ممسوحة كبيرة من الزبادي وعلى العسل الاسود. طب الخميرة، انت ما قلتيش على الخميرة ليه؟ الخميرة حلوة مع الفراخ البيضاء. الخميرة يا جماعة من بعد ال20 يوم، هتستخدمي الخميرة قبل ال20 يوم والفرخ عنده كوكسيديا، الفرخ عنده اسهال، الفرخ بيشتكي من اي مشكله تنفسيه، انت كده هتقضي على الفراخ بتاعتك. فاخري الخميره لعمر ال20 يوم، والخميره ما بنستخدمش منها الا بالجرام، مقدار بسيط جدا على اللتر ميه، حوالي نص معلقه صغيره ممسوحه على اللتر ميه من الخميره الفوريه. الخميره العاديه بتاعتنا مفيش اي مشكله، الخميره فيها عناصر غذائيه كتير جدا، بتحسن الهضم، بتفتح الشهيه، بتعلي التحويل، فيها فوائد لحصر ليه. يبقى احنا كده خلال دوره التسمين بتاعتنا ركزنا على حاجات كتيره جدا. الحاجات المهمة دي اللي هي عبارة عن الشيح، الحلبة المطحونة، على الكركم، على اليانسون، على الكراوية، على النشا بنسب متساوية من عمر ال5 أيام. كمان قلنا على وصفة البصل والثوم، ووصفة بشر البرتقان والليمون والجزر، فيتامين سي يعني، والنهاردة قلنا العسل الأسود والخل. فالوصفات دي وصفات طبيعية، هتربي فرخ أبيض لازم يكون عندك الحاجات دي، هتغنيكي عن أدوية غالية كتير جدا موجودة بالسوق طبعا. والليمون، الليمون، عصرة الليمون اللي على المية دي يا جماعة العطسة في بدايتها هايلة جدا جدا، هتغنيكي عن مشاكل ممكن الفرخ يخش فيها بعد كده. طيب من عمر ال15 يوم اللي بنهتم بيه سقوة الشيح، احنا مستمرين على الشيح. الصبح بحط لهم الشيح، هوري لكم الكيس جنب هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ده الشيح بديل بتاعه، علشان الناس سألتني مش لاقيين الشيح موجود عندهم يعني، او الصلاحية بتاعته مش كويسة. البديل بتاعه الحلبة المطحونة، الحلبة المطحونة يعني هايلة جدا برضو، بتطهر المعدة، بتقضي على الفطريات والديدان، وكويسة جدا للطيور بتاعتنا. استمري عليها على طول، يعني الحلبة ما فيش منها اي ضرر، بل بالعكس بتفيد الطيور بتاعتنا. هتحطيها على المية افضل من العلف، علشان هي حاجة بودرة ممكن تترسب تحت كده يعني. بس وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الفرخ بتاعنا ده رز. زي ما قلت لكم مش هتلاقوا المعلومه دي في اي حته تانية، ان انت لو عايزه تربي ربي رز. الفتره اللي احنا فيها دي الرز بتاع الصيف والقب بتاع الشتاء، بس انا قلت لكم القب مشاكله ايه؟ القب فيه مشاكل وحشه جدا، طالع بريو وطالع باي بي وطالع بامراض فيروسيه خطيره جدا جدا، مزارع كبيره جدا لبست الكتكوت ده. شكله حلو زي الفل، مستلمينه مفيش اي مشاكل فيه، وللاسف حصل نافق بنسبه 100%، لان القب فعلا طالع من سلاله امهات ضعيفه جدا جدا ومش حلوه خالص. فهتربي ربي رز. اللي حابب بقى ينزل لمزرعه، مشروع صغير، تربيه منزليه، هاتي الرز من دلوقتي وانتي طالعه على الصيف عليك وعلى الرز. تمام. بس هي دي كانت حلقتنا النهارده. الحلقه لو عجبتكم ما تنسوش اللايكات والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.